بجاء من جعلتني له الخديم أقد جد لي بأن لا أسرك بك لياد نخذ لي من أدرك نفيت ذكي وعداي في الخميد يا من كفيتني الأمين والخميد علمني العلوم تعليم العليم وليهب منك تكلم الكليم دعائي استجبت ربي في سفر ودفن عدوا قد قلاني بالعفر وداد ودني بلا انتهاء بالأمن والبتر وباللهاء وهاب لي موائب الكبير وقدم بارذي فورا للخبور أنزل على ثقس النقاني بدرر ست وتعذر إلى قتول سرر للمصطفى وجيب الانتهاء خير سلاميك وذل خائم ويجعل سرمدا مقودا لي بقدرك قن الوقودا لك نذرت بالنبي من العدا علي ثلي وكف كيد مرادا هب لي إنن عن الثلاق بالمميت ولتغنني أمن قلاني ويموت نصر نجي جنابي وتخلد بثريب ولا تقل الكذاب يوم الخطر سبقات عن لغا وسرار وتب كل نجوى وضرر ربيتني بذكر فنجني من العدا والمكر ما لسواك اليوم فلتكن يا في كل شيء أبدا يا رب يا نفسي وأهلي وجميع مالي لك وديعة فكمل حالي واجعل جميع أموري لله وللرسول وعظم جاهي بسم الإله تائبا مسليا على وسيلة رجاء الأولياء ربنا صل عليه بسلام وقبل به مؤلفات في دوام جعلتها وديعة إليك فقد ذمامي بها لديك أذنوا يذبان الله وعلى كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن الإسلام وعن جند الله الغالبين وعن خد الله المفلحين يا ماجد الأعيان والأغراد يا مدم العزان والأمراض صل صلاة ما ظلام ينخل لغير ذاتي ما عليها يدخل على الذي قد زاد الأعداء لغير نخوي وكفاني باء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في أمري ما لم يكن لغيره يعاثما كن لي بكن وجعلته الأبيات لثفاء وقد لي البقاء والثفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله وكفاني بالملايين وجاد كل الأحمد والسكار للمالك الرحمن والسكون زكى الرحيم بالنبي رجيم وآله وصحبه النجوم بالله فارقت نثار جولي وغيره قد بلا تناول إلى النبي وجدت قبل في النري ما قد كفاني العدا كالكبري للمنتقى وجدت في الذكار ذكرا بي قد كفف المكار للمتبى وجد في السفينة قبل سنة يقلد في المدينة أقلدت خدمتي لدى كناكري للمتفى الماخي بلا مناكر هرب مني قبل في كرمتا مباردي ولثوى يقبسا ملكني الملك عند دامي ما قد كفاني عدة سومي نفعني النافع في لبرولي بما به يعبدني كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما بي أنا رمفلي للمنتقى وجهت بك قبل مثال ما يغرق فاني يدو القبضة زغال زيدان دلوا كوني قديم من جفان البلوى يزاغ زلمة لغير الله برا ولا إله إلا الله ثواب كل من علي أنكرا إن الإله والنبي لم يسكرا إلى رواية كل من عالم يا ولي ويذي والله للمكون نفع لخيري كل من تكبر باخ خفان بمدايا الكبرى إلى دوايا ولخير المنتقى ما لا يحبني ويلقى متقى لخير ربي ولخير المنتجب يساق من بهد في وقت جب ردت أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغضي بمذنبي هاديا خدا وبيعي ربحا ولسواي كل كلب نبحا يندم في الدارين من عاداني بعدل باق فضله أداني من غير بسر ومن سيطان أعاذني من جار بالأوتان سنقرئك فلا تنسى ذكر من نعيم سعادتي بغير ما كتبت في لوح من مدره كبدا نفعني من لا يزال نافعا وللجنان خاد للمنافع قراءة القرآن سار الجنة وجنة عن الأذى للجنة رافقني القرآن في الدارين والهداية وجعل عيني آيات ربي غدت لذاتي وليس ينقو قدر لذاتي كرامتي قد يدي بلا غرور والقد لي يقود أفضل برور فهذا قياتي بقيات الله عبدا قليلا لإله الله لم يخف كوني قديم المنتهى والقل والخب له مع التقى أذب عنك الكلي الغفولا باق كما عن بدري الوفولا ترسي عن الآباد والعناء
كوني بذي البقاء ذا التغناء نفعي نفع دائم لا ينتهي وبحياتي أقتوي ما تهي فهذا الغادي لغاد الله همدا خليلا لإله الله سقاني الباهي للجنان ما ممايرا به جناني إلى أبوابي وجاء كتابا مواصلا موطنا مجتابا ذنبا لغيري كالكل العوائق وقال لي ما لا يزال لائقا كما حياتي العدا والظلما وما يودي غفلة أو ألما رد الذي لي يوادي للقدر لغير ذاتي ذو القضاء والخدر مدني الثقة والحلاوة باخ خما أمري أن تخاوة نباني القرآن نبا فاقا وقال لي ما يقبل وفاقا مزاد بالقرآن ذا إقاما للتلوات الهادي بثقاما عبدت ربي بجميل البركات وزكناتي وقياتي بركات يقودني من عنده قد كتبت سعادتي ومن خاض الركب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب فباء قلبي والذين في يد له في أبد مع الذي فضله وجاد وجهي له النيتي إرضاه وهو أجل منيتي أذله جل بجاه الماهي كوني ذا وذا فلاحي لا مري ظاهرا وباطنا حيث أكون راحلا أو خاتنا لو تقلبي في المباح بالشكر والذكر وبالرباح هو الذي يعدمني من الخراب وكل ما جانثه من خمام أيقنت بالظفر بالإجابة ثم له أتوب بالإنابة حتى له أتوب من متابي ومن خواتري ومن ثوابي داود وهو جل أكرم من أن يرد سائلا يعتزم العلم والعمل والتأدبا والفوز بالقبنى بجاه المتبى له صلاة مع تلاني عني منه دون الانصرام له صلاة منه تجلب الياه جملة ما أطلبه بربياه هب لي يا وهاب ما قتار حبا بمن سماته المختار قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله صلاة بسلام منه فارزقني أغدا وفامنا عنه هدى الإله غايتي وسندي سيدنا محمد في أبدي وزعت بالله مع المختار محمد وسيلتي للباري الحمد لله على تزامي به مصليا على الإمام لله ذي الجلال والإكرام فوضت
مريم ذا النظام لو البرايا يغفر الخطايا منه هدايا لذوي المزايا الذي يدعو الرزايا أنني بالدارين والبلايا أدعو جل وعلا وبادني وقت من خوادي حتى إلي تبت مما في الصغر جنيته لا فيما ما في الكبر داود والقلب مني أيقنا بأن يجيب دعواتي ضمنا أذقني يوم طلع ذائل الأقب مغتربا بقل هو الله أخب له سماوات والأرض وما بينهما مما بدا أو كتما له تعالى العرش والكرسي والشمس والقمر والدري هو الذي خلقنا وارسله بوحي إلى جميع رسله أرسل رسله لنا وأعذر أسأله سبحانه أن يغفره لي وأن يكبر الذي له علي أني ورجوت فضله صرفت قلبي وصرفت جسدي لو وديعة في أبدي مسدت بالكتاب ذا إقامة بالصلوات الخمس باتقامة مسدت بالكتاب ذا إقامة بصلوات الخمس باتقامة مسدت بالكتاب ذا إقامة بوجه صلاة باتقامة دخلت في الدارين في دار الثمد مغتجبا بقدر ربي الأقدى بسمد الفرد الذي لم يلد وليس مولودا أميل مثدي مني لو ذوق وذكر ورضا مسليا على وكيلة رضا يقودني القرآن والتوحيد وعن سبيل الله لا قيد لله توبتي بالإقلاع مقتديا بالمنطقة المتاع ديني دين المصطفى محمد صلى عليه الله طول الأبد وجاءت بالله وبرسوله فاتوبة إليه من فضولي له خطابي قبل في ترابي وكان لي بالبذر في ترابي مني توبة إلى الغفار بسورة الإخلاص في الجهار يا رب قد أسلمت نفسي في الأقد لك أنادي قل هو الله أحد وجاءت لله الكريم الواحد وجيك يذكر بالقصائد لا لساني ولا فؤادي وجسدي بسر في تمادي دعوت وإنه الوهاب تبته وإنه التواب وقاني الواقي الذي يدافع أني في الدارين نعم النافع لست أخاف غير ربي ولا أرجو سواه وقدم إلى من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر يقيني اليقين أن أشرك بي سينفع كل مشرك لم يتبع فماني الكافي بجاه الكافي ميلا لغيري وذاك كافي نتاني ربي عن سكاك يلا مملك الملوك له الملوك وله الأتباع زل له التابع والمتاع ولله الواحد القهار ومالك الملوك والجبار ودب ذاكرا على من ما بي علي هنا تكرما فصلبت الله من إسلامي وأذكر الله على إسلامي الحمد لله على الإيمان ثم على الإسلام والإقفال أعبد ولا أزال أذكره وأترك الميل إلى
من يكره أزداد العديم ترميمي على النبي المصطفى الكريم حبيبه وكيلتي إليه محمد خير الورى لديه دعوت بجاهين المرام وعظمة لا تماقت الختام سل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم آله وصحبه والنعيم بلادا يا خير مبخ منعمي صل وسلم يا منيل البرار على الذي ضميت عين الحرية آله وصحبه وبالبرور دمي بلا عداوة ولا فرار صل وسلم يا إلهي على نبي الله ذات الله الآل والصحب بلا تناهي يا من خماني عن المناهي يا من له الأمر كمل للخلق صل على المختار ذات الخلق وسلم عليه في الآل وفيه صحابه في الغال ثم ما يفيه يا باقي اللي كان دون قممي خذ ثلاثة لقتيل الأمم وسلم عليه في الآل معه صحابي يا من دعاي سمعا صل بدني من علاء ذي العرب ورافع ردد كاذب القرب وآله وصحبه وتحمدوا هذا النظام خندمان ثمدي صل بدني من علاء ذي الفرج وبتمام وكريم المخرج وآله مع ثقاب الكملي وارفع لوجهك الكريم أملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي بالمدى يا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على قليلك سراج من أبدا يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميت محمدا وآله وصحبه وكل من يقرأ النظام في كل زمن وأبلى جملة ما تختار له لديك إنك المختار وقدم عليه من ذنوبه يا مالئا بجاه ذنوبه وأبى لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من تبني كتبه وأبى لمن قبضه أو قبله بأي وجه بالنبي أملا يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن لا وعبد أفضل الكلام يا ربنا أعوذ سلامي القديم إلا الذي ذكر غير قديم يا ربنا قل سلاميك لمن وهبت لي بجاهي كراما يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن تلا بخدلا يا ربنا بدر قليلك الغبيب بخدمتي وكل ذلك اللبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصيبك يا من لوجهك الكريم كالنظام كتبت قد لي الأيادي العظام بلا أذى ولا جوى ولا خرر ولا عدن ولا بلد ولا ضرر بلا أذى ولا جوى ولا خرر ولا عدن ولا بلد ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت لي إثمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وارفع به يا مالك المواطن وجعل نفل لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار وهذا الأراضي والسماء بلا أبنا على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في القال والمآل وسلما عليه وفر يا غفور لخارئه وألن به النفور وجل غروفة النظام سرمدا بسارة عظيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وصحبه قبل التوجه اللعن إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واذكر يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه أو يقبطه به سواه يا جميلا ينشط يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكل في آله وصحبه وترفع إليك الداعي برضاية يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد قمدا سيدنا محمد ختام من
أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه وسجعل ظنا مقارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبلن صلاة قلبت بها نظما لوجهك يا من قد مقى كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الأمل فاقبله مني فضلا لا مناقضة فاقبله فاقبله مني فضلا لا مناقضة وخذ بخير عناء لي به أملي اذكر بفضلك فعي وارضين به يا من به سق ذاهد ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد أتاني أفضل السبل لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك عن قبلي ارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل من نظام إلى ضعيف قاب غدا لا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء لي يا رب كن لي وقل لي برضا غربي ومن تمس بجاه المنتقى لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبصرنا بالنجم أفضل الرسل بسم الله الرحمن الرحيم بصرانا ينفسنا بقاء ذي الجلال والإكرام صفا قياتي مخلد الإكرام شكر كل الله شكر يرضى للعطف والكرسي نعم المرقى رافقني الأمين والأمين وللجنان قاد للتامين أبقى الله الله ما لي أبقى من المناول يقود الطبقة نفعني نفا يديم خربي وخال لي فوق المنى في تربي إذا كتبت أو قرأت قادا البديع فله فانقادا جزاء ذي العرش العظيم وجزاء خير الورى لي قاد وعدا نجزا ملكني الجميل عام جمسس ما وعد الجليل عام جيسس فقاني الموني ثقاء قد مقى أني ما لم يبده لي فمقى سهدت بيني وبين الله سرا يذيرني قب الله ناجاني الله بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن إكرام في الجلال والإكرام سان جنابي ممكن إكرامي جمسسنا بصرانا جاورني المقتدر المليك بما ولينت بي به الملوك مدليا الملك والمقتدر مال به خير منا يبتدر سلم السلام والجميل وقاد للسكور والتدليل سهد لي رب الورى بأسماء منه وجاد لي بغير قسمة ناجاني الحق بلا تدراج وجعل لي بأقن القراج أكرمني الله بكونه ليا وليتقى أبدا من خليا بارك لي في مسكني ومائي وقاد لي مطرة السماء غير لي بنقين لي الكتاب وثانني أما يجر العتاب رمى الكتاب كونه معي بلا تفارق ومرق عبد الله رسني كتاب رب الله بفضله طلبت كلي لكريم وبقى توبيخ إكرام وقلت بقى لك كتابي فاكرا مورقا يا مديني صبرك المورقا ما عني الريا والبذقا يا قاهرا يرد من تبذقا أمتني قد دخلت البرقا فليبعن كل سوء بردقا يا من يلن كل طول تمقا وكان يقر كل جان بندقا أني يكفاه كل باخ جفقا بسيف من لم يتكافقا بسيف من قد قال دتاو قالك ومن قال فوق الدوقا أويتني لك به فتيقى بجاهي يا خير هد فيقى قربي لي كل من تبلقا ولي هم مجل فيل جلقا بجاهه لي هدايا دردقا يا من قبضتني كل من تدردقا كفيتني هيب ما تجردقا من الليالي فذكرت بجقا مقوته عني الأذى والوثقا فبي بصير كل أدن الثقا رديت عنك فلتدم للرقا وليكوني مترقا بت الذي تلوه فانتلقى لوجهك الكريم رد للأبلقا بتبت فيات الأقل لم يفتقى عبد لها وابدا لم يفتقى يا مغنيا إلا يتاقد الرقا قبلي فراقي كل من تبدقا لي كنت في البحرين فسد ذندقا عند الإداء فليوجي صندقا وجي إلي معاذير مفتقا به ورد لي كل داه فندقا لي
زقرا مسلطا قد أخمق بأنفه مستدجا وثمق إليه وجه في الجيوز فرقا ورث كل بانتقام كرقا دعاء مظلوم قريب ترقا اسمع وسير فتى مسرقا أذب عذابا دائما قد تيقا من دينهم دين هذا المتيقا أجب بمن ما زال ليس مبنقا دعاء مظلوم قديم فنقا آتيه دواما وافق أداءه يا قدال ففقا كون لمن سيف الجهاد امتزقا خير صلاة بسلام رزقا محمد من قلت فيه بغبقا والآل والسعي وكل وبقاء إلا يقاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أن بقيت للباخي سكورا قصرا من فيده بين القياء ليقتدر مدى إلي مددا ليخلد فتابتي نصوة بقلد مدى إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد قد متدت بري كلي ونقدت بيوبتي بكالكلي نجيتني من مكل أهل المكر فلك مني الدوام سكري هب لي يا وهاب في ثثاري في سر فوق ملبي وجهري من علي بارتفاع قدري وكونهم رك الليالي قدر إجا القذاب ببي رجال بدر ما قد مدى من در أهل القدر لانقادت الأجور والمصالح بالتي والجد وإني ثالق ولتجعل الدنيا لي المثالق قائدة عبدا قديما ثالقا وللعلم